السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تتابعونا، احنا قناتنا بتتكلم عن الزمن الجميل بأسراره وحكاياته. يا ريت تتابعونا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ممثلة ظهرت في الأربعينيات والخمسينيات. صوتها جميل جدا، بس ما قعدتش فترة طويلة. هو مشوارها الفني كله 10 سنين. هي نور الهدى. اسمها الحقيقي ألكسندرا نيكولا بدران. هي مسيحية، وكانت دايما بتغني الترانيم في الكنيسة. عمرها ما كان في دماغها ان هي تبقى فنانة، واساسا اهلها متحفظين جدا في الحتة دي. طبعا اتولدت من اب لبناني، واتولدت في تركيا سنة 24. انتقلت بقى من سوريا للبنان لحلب، لحد ما في يوم من الايام قابلت الفنان الكبير طبعا المعروف يوسف وهبي. شافها في حلب سنة 42 وسمعها وحب صوتها جدا. بعد كده طلب منها ان هي تنزل مصر. مصر وقتها كانت المنارة للغناء وللفن عامة. كل اللي كان عايز شهرة كان بينزل مصر القاهرة. طلب منها كده وفعلا هي وافقت ونزلت القاهرة بعد مشادات كبيرة جدا مع والدها، لان والدها كان صارم جدا في الحتة دي، ما كانش عايزة تخش اساسا الفن، متحفظ جدا. ولكنها نزلت هي والدتها القاهرة وقابلت يوسف وهبي، ومضت أول عقد ب5 سنين. عملت فيلم اسمه فيلم جوارة، يعني أول ما نزلت مصر كانت بطلة قدام يوسف وهبي. وبعد كده عملت فيلم تاني اسمه برلنت ده بقى كان مليان طبعا أغاني. الأغاني دي كانت من ألحان رياض السنباطي ومحمد القصدقي. طبعا احنا الأسامي دي كده معروفة إن هي الملحنين بتوع أم كلثوم. فده ربى ضغينه بين ام كلثوم وبينها، ان طبعا الملحنين بتوعها ابتدوا يروحوا لها هي، وهي صوتها جميل جدا لدرجه ان يوسف وهبي كان بيقول عليها ام كلثوم لبنان. شافها موسيقار الاجيال في الفيلم اللي عملته مع يوسف وهبي، محمد عبد الوهاب. فحب ان هو طبعا يتعامل معاها، وبرضه تعامل معاها في اخر افلامه. اسمه كان الفيلم لست ملاكا. ده غير شغلها اللي كانت بقى طبعا مع فريد الأطرش. طبعا هي كانت دويتو فظيع مع فريد الأطرش، مثلوا كتير مع بعض وغنوا كتير مع بعض. لدرجة ان حصل ما بينهم اعجاب، وفريد الأطرش طلبها للزواج بس هي ما وافقتش، عشان فريد الأطرش كان بيعشق سامية جمال، وكان حابب ان هو يتجوزها. فريد الأطرش اساسا امير ومن امراء يعني، فاهله ما رضيوش ان هو يتزوج سامية جمال. فهي كانت متاكده ان سامية جمال لسه في قلبه، عارفه ان هو لسه بيحبها، فهي ما وافقتش على الزواج منه. عملت افلام مع فريد الأطرش زي فيلم ما تقولش لحد وعايزه اتجوز. وبعدها عملت بقى دوتهات مع محمد فوزي. طبعا احنا عارفين ان محمد فوزي كان سابق عصره، الموسيقى بتاعته كانت شبابي، سريعة إلى حد ما، غير الموسيقى وقتها. يعني عمل كده حاجة لوحده كده في الموسيقى ونجحت جدا. وهي وهو كان صوتهم متناغم مع بعض، الأعمال اللي عملوها مع بعض نجحت جدا. الغريبة في الأمر إن هي ديانتها مسيحية، بس كانت دايما بتغني أناشيد إسلامية، وكانت بتجدها، وكانت بتغنيها ببراعة، نجحت فيها جدا. ودايما اللي حواليها كانوا بيقولوا هي دايما يا إما كانت بتقرأ في الإنجيل، يا إما كانت بتقرأ في القرآن الكريم. هي للأسف ما تزوجتش وما أنجبتش. حتى نزولها للغنى أو نزولها مصر كان غير رغبة والدها. يعني يقال إن هو حبسها سنة وضربها ضرب مبرح، عشان اول ما فتحته ان هي عايزه تغني. وبعد كده يعني هو ما استسلمش خالص الا لما تابعها، ابتدى يتابعها بعد ما هي سابته ونزلت مصر. ابتدى يتابعها، لقاها ان هي لسه محافظه على قيمها، ولسه محافظه على مبدأها، ولسه زي ما هي، يعني ما دخلتش في الفن ده بالشكل اللي كان معروف ان هو المباح عندهم كل حاجه. اطمن كده ونزل لها وعاش معاها هو والدتها. وكان دايما بقى ايه، والدها على طول متابعها في الحفلات، يبقى معاها في الافلام، يبقى معاها، ما تعملش حاجه الا برايه. يعني هي كانت متربيه تربيه دينيه ومتحفظه، وحافظت على حاجه زي كده. رفضها للرقص مع الملك فاروق ده حصل ازاي؟ ان كان في عام 44 في احدى السهرات العائليه اقيمت على شرفها، كان موجود الملك فاروق. فبعدين طبعا لما شافها طلب منها الرقص، فهي رفضت بكل شياكه وادب وبكل هدوء كده. فقالت له انا ما بعرفش ارقص. قال لها ازاي انتي فنانه ما بتعرفيش ترقصي؟ الحقيقه ان هي مش عايزه ترقص، لان والدها يعني زرع فيها ان هي ما ينفعش اساسا ترقص مع اي حد. فهي يعني استأذنت بكل شياكة، قالت له انا ما بعرفش ارقص. قال لها انتي قاعدة او ساكنة فين في مصر؟ قالت له انا قاعدة في شقة في القاهرة مع اسرتي الصغيرة، مع والدي ووالدتي.
قال لها اخر اعمالك ايه؟ قالت له اخر اعمالي. سكتت شويه وبعد كده قال لها ايه، ما فيش حاجه جديده معروضه عليك؟ قالت له لا، ده اخر فيلم ليا اسمه بوسه. فهو ضحك قال لها بوسه وما بتعرفيش ترقصي ازاي؟ قالت له لا، هو حضرتك يا مولانا ده اسم الفيلم كده، انا شخصيتي اسمها بوسينة وبيدلعوني وبيقولوا لي يا بوسة. راح قال لها طيب ما ينفعش نسميه الآنسة بوسة؟ فضحكوا مع بعض وحكت له طبعا قصة الفيلم وفهم قصة الفيلم منها. يقال ان هو بعت لها تابلو قيم جدا اصلي طبعا لمغني معروف قديم. فطبعا هي فرحت بالتابلو ده جدا ولحد وفاتها وهي كانت محتفظة بيه. طبعا كأي حد ناجح في مجاله بيبقى فيه ضغائن، بيبقى فيه كره، بيبقى فيه حقد، بيبقى فيه حاجات كتيرة جدا بتحاول تفشله، وفعلا هم سعوا لكده. هي تاريخها الفني كان 10 سنين، وفي نفس الوقت أول ما اشتغلت بطلة وتوالت عليها الأعمال وكانت ماشية زي الفل جدا وباحترامها وبأدبها وبكل حاجة. وبعديها بقى ابتدوا يحاربوها في شغلها. أول حاجة هي غير مصرية، فعشان تقعد في البلد لازم يكون في إقامة. ابتدوا يلعبوا في حتة الإقامة دي، بقوا يوقفوها لها. مشيت في الإقامة دي كتير سنين كانت بتمشي فيها عشان تعرف تاخدها لحد ما أخدتها بالفعل بعد عذاب ومعاناة. مفيش بعدها بشوية وابتدت اتمنعت من الغناء في الحفلات، بقى غنائها بس للأفلام مش أكتر. طبعا هي الأفلام ابتدت تقل من عندها. طب ليه؟ وقعدت برضو تسأل ومحاميين وخد منها وقت. طبعا كل دي محاربة ليها عشان هي كان صوتها جميل وكانت البساط كانت بتبتدي تسحبه، وكمان عشان يعني ايه تسيب مكان لغيرها. ما هي لما ما تنزلش تغني في حفلات غيرها هيغني وهيطلع وهيبقى ليه قاعدة جماهير أكبر طبعا والناس كلهم هيعرفوها، غير لما تبقى مقتصرة بس أغانيها على الأفلام. اتمنعت فعلا من الحفلات وبعدها عملت فيلم بطولة منفردة كان اسمه هدى، بس للأسف فشل ذريع وصرفت عليه كتير جدا، خسرت فيه كتير جدا. كان صدمة ليها وكان حزن شديد ليها طبعا. وبعدها الضرايب طلبتها بمبلغ طائل من الأموال، وهي أساسا مش بيخش لها الإيرادات اللي تقدر تدفع الضرايب دي. فلقت إن هي كل ما كان بتتحارب منه كل ما كان بيجي لها مشاكل منه تعبت نفسيا جدا. انقطعت حبة وقعدت في بيتها بس حزينة، عايزة تشتغل. هي عايزة تشتغل وعايزة توصل الفن بتاعها وفي نفس الوقت كله بيحاربها. انقطعت وقعدت في بيتها. طبعا في الوقت اللي هي كانت بتغني فيه كان في ليلى مراد وكان في ام كلثوم وكان كله بقى احقاد، يعني كله عايز ينجح كله عايز يكبر مش عايز حد تاني يكبر زيه. خصوصا ان هي كانت بتتعامل مع ملحنين مشهورين جدا كانوا بيتعاملوا معاهم المغنيين الاوائل، فدي ضايقتهم. فكل ده كان عليها بقى، فطبعا تعبت نفسيا وبعد كده راحت ايه قالت انا هسافر لبنان اقعد واشتغل من هناك. فعلا صفت كل شغلها هنا وراحت مسافرة لبنان. استنت بقى ان يتعرض عليها حاجه حد يبعت لها، ما فيش اي حاجه، ما فيش حد كان بيبعت لها اي حاجه. ممكن يكونوا كانوا بيعاقبوها، يعني انت مشيتي وسبت البلد ورحتي مصر عشان تنشهري وبعد كده جايه هنا البلد تاني، لا مش عايزينك بقى. يعني ممكن يكون كان كعقاب او برضو كمحاربه من اللي موجودين، برضو مش عايزينها تخش وسطهم وتثبت نفسها، خصوصا ان هي صوتها جميل وكلهم عارفين ان هي صوتها هتنزل هتنجح. طبعا فضلت فترة كده حزنت طبعا على نفسها جدا. هي مشوارها الفني 10 سنين عايزة تقدم حاجات تانية مش عارفة وما تزوجتش ووالدتها توفت، فيعني حاجات بقى كتيرة كده فوق بعضها لحد ما توفت سنة 98. طبعا هي قاست كتير وعانت خصوصا من الأحقاد اللي حواليها، بس هو كل مجال بيبقى فيه كده، يعني كل إنسان ناجح لازم يبقى حواليه شر، لازم يبقى حواليه أحقاد. الله يرحمها. دي كانت حكايتنا عن نور الهدى. استنونا إن شاء الله في حكايات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.